طيب، انا مش هاخد من وقتكم كتير. انا ما كنتش هتفرج على الفيلم ده، بس هاو تو ترين دراجون بالنسبه لي النسخه الاصليه يعتبر واحد من افضل 5 افلام رسوميه على الاطلاق. فقلت اديله فرصه، والنقد عليه ما كانش وحش. انا فقعت الفيلم ده من على موقع مضروب الصراحه، عشان ما كنتش عايز اكرر تجربه فيلم سنو وايت، ولحسن الحظ ما اتكررتش. الخبر الجيد، الفيلم ده احسن فيلم ريميك اتعمل لرسوم متحركه من حوالي 7 او 8 سنين ولا حاجه. الفيلم حرفيا بينفذ قصة الفيلم الأصلي كما قال الكتاب. في شوية تعديلات في المشاهد، لكن دي تعديلات عشان فيلم لايف أكشن مش عشان القصة. قصاد فيلم ليلو اند ستيتش، الفيلم ده أرحم بكتير جدا وممتع أكتر بكتير، ومفهوش عبثيات الوك بتاعت هوليوود اللي ممكن نشوفها من عند ديزني. حرفيا أقصى حاجة عملوها في المنطقة ديت هو إنهم حطوا شوية ناس من ذوي البشرة السمراء في الفيلم، ودي أقصى حاجة عملوها. يعني ايجابيات الفيلم ده كتير ومريح للمشاهدة العائلية. الخبر السيء، ده مش الفيلم الاصلي. بصوا يا جماعة، في مشكلة اداء في الفيلم باينة. اغلب الشباب باين انهم لسه في بداية حياتهم النجومية، فاغلب الاداء كويس، بس مش اداء الفيلم الاصلي. لغة الجسد مع تأدية كل جملة في كل مشهد في الفيلم مطلعة الفيلم بشكل مش اقوى حاجة. فهو واضح جدا ان الشباب ديت لسه ما عندهاش خبرة كافية مع اللي بيعملوه، لكن للأسف الفيلم ده كنسخة لايف أكشن هيفضل معانا. بس على الأقل في مؤدين زي مؤدي شخصية ستويك اللي هو حرفيا نفس المؤدي الصوتي من الفيلم الأصلي، عامل عظمة في الفيلم دوت وهو بيلعب الشخصية. الراجل حرفيا مستمتع باللي بيعمله. حاجة صغيرة تانية وهي مش كبيرة قوي، هو وانا بدور عن الفيلم ده عشان اعرف هو ايه السبب اللي اتعمل عشانه، وبالذات انه يتعمل لايف اكشن بعيد عن انه واحد من الافلام السهله اللي دريم وركس انه يتحط في القائمه ديت. لكن الفيلم ده معمول بشكل اساسي وموجه لاسيا وامريكا. ليه؟ عشان يونيفرسال ستوديو، حاجه زي ملاهي كبيره كده او ديزني لاند، عاملين عالم كبير مقتبس من سلسله هاو تو ترين دراجون، وكانوا عايزين الفيلم ده عشان يحرك الناس يعني. بس كده. من الاخر، ده مش فيلم وحش، واحسن بكتير من القرف اللي بينزل من ديزني كمان، بس الفيلم الاصلي هيفضل دايما الافضل بشكل عام. لو بتحبوا افلام هاو تو ترين دراجون وعارفين انتوا داخلين تتفرجوا على ايه، او انت رب اسره او عايزه تشوف فيلم حلو مع اطفالها، الفيلم ده مش وحش خالص الصراحه كتجربه سينمائيه. بس كفيلم مع نفسه، انصح بالنسخه الاصليه بشده. شكرا للمتابعه، واسيبكم تكملوا يومكم. بيس.